السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. بص، نزلت السوق بصراحة الاسعار ربنا المستعان. انا الفراخ كانت ب73، والقراميط كانت ب40، والكبدة كانت ب95. أنا بجيب كبدة دجاج، كبدة بس من غير قناصة، فالكبدة بس ب95. جبت ب50 جنيه كبدة، وجبت فرخة 2 كيلو اللي حاجات بسيطة ب130 جنيه، وجبت قرموطين. القرموط الواحد ب40 جنيه، بس كان صاحي وكان عمال ايه، يعمل كده. كنت بخاف منه خالص بصراحة يعني، ورميت الدماغ بتاعته، خفت منها رميتها ومحدش بياكلها اصلا. هنا بقى انا عملت ايه بقى؟ الفرخة انا هاكلها على يومين. هتقولي ازاي؟ هقول لكم انا مش معقول هاكل في يوم اكل ب200 جنيه، حرام. لان الفرخة ب130، ولسه هتعوز رز، ولسه هتعوز طبيخ، فهتقف ب200 جنيه. فايه، احنا نعملوها على يومين. انت لو بتجيبي فرخة تاكلها في يوم، لا كليها على يومين. لان بصراحة الاسعار كل يوم في العالي مش هتنزل خالص. فانا بصراحة كده جبت فرخة، قلت هقسمها على يومين، وهي الحمد لله يعني بتكفينا. احنا مش من الناس اللي هي يعني بتاكل وبتطافس، لا احنا الحمد لله اقل حاجة بناكلوها وبنحمد ربنا ونقول الحمد لله. فالحمد لله نعمة ورضا من ربنا. المهم ايه؟ ان هي حاجة تطعم الاكل جنب الاكل وخلاص. لو عندك اطفال يعني زي بتراضي اطفال. هنا بقى ايه، انا رحت جبت بصراحة الحاجة غالية، حافظوا ملاء. زي ما قلت لكم يا حبايبي كده، بصوا هي الحاجة غالية مش رخيصة. فانتوا على قد ما تعرفوا توفروا وفروا. لان في ناس والله العظيم مش ما بتعرفش تجيب الا الفراخ ولا اللحمة ولا الحاجات دي بسبب غلو الاسعار. فاحسن حاجة انت لو بتعرفي توفري في حاجة، خلاص ماشي وفري. بتعرفي مثلا، بس كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. فانتوا لو بتعرفوا توفروا في حاجة، وفروا. لان الحاجة غالية جدا والاسعار يعني بصي، انتي لو في حاجة تعرفي توفري فيها ماشي، مفيش قسمي زي ما بقولك كده. هتقولي مش هيكفي، هقولك لا، امشي على قدك. لان انتي لو فتحتيها كده جامد، وجبت فراخ بكميات ولحوم وكده، والله ولا 10 تلاف كل شهر يكفوكي. لان انا نزلت ب600 جنيه، قلت اجيب اكل 10 ايام، ما عملوش حاجة، والله ما جابوا حاجة. انا جبت ب50 جنيه كبدة، قلت اعملهم على يومين، وهحمر جنبهم بطاطس وطحينة وسلطة خضراء وبتنجان مخلل، وهتبقى أكلة جميلة. واحنا طول عمرنا يعني ايه، مش والله ما بكميات الأكل. مش ممكن تجيبي مثلا ب10 جنيه بطاطس، تحمريها جنب أكلة غالية، يسندوا بعض. أنا الشهر يعني كل 10 أيام بنزل كده أجيب ايه خزين البيت. من ال10 أيام اللي فاتوا دول كنت جايبة لحمة مجمدة، وكنت جايبة كبدة مجمدة برضو، وكنت جايبة سمك كنت قلياه. كنت جايبة 3 أكياس سمك نضفتهم وقلت. بس والله العظيم يعني انا عندي اللي انا جبتهم المره دي احسن من المره اللي فاتت. على الاقل الفرخه هيستفادوا من الشوربه، لكن اللحمه كانت مجمده. كنت عامله لهم طبيخ كنت عاملاهم على كيسين طبيخ. والكبده برضو جبت نص كيلو ربعين. وكنت جايبه السوق اللي في السمك، جبت 2.5، قسمته على 3 أكياس. يعني بصي على قد ميزانية بيتك مشي. مش شرط مثلا انت بتاخدي 100 جنيه، لا اروح اجيب بقى كلها سمك. طب ما مش هيتفضل لك تجيبي رز؟ لا، جيبي على قد ميزانية بيتك. لو بتاكلي سمكتين كلي سمك، لو بتاكلي فرخة كلي نص، لو بتاكلي كيلو كبدة كلي نص. ليه بقى؟ لان الحاجة زمان كانت رخيصة، ما كانتش زي دلوقتي. دلوقتي غالية نار، ما تقدريش تعيشي زي ما كنت عايشة زمان. الحاجة غالية جدا. عيشي على قدك عشان تقدري تدفعي دروس عيالك، تقدري تجيبي كسوة لعيالك في عيد. في ناس بتبقى عايزة اصلا تجيب ربع كيلو كبدة ومش عارفة معهاش. ما هي انا مش، في ناس بتبقى معهاش، هتجيب منين؟ في ناس جوزها بيبقى قاعد من الشغل، هتجيب منين؟ فانتوا بالنسبة لكم الشوية، بالنسبة لكم ياما عند ناس تانية غيركم مش لاقية. يعني الربع كيلو كبدة اللي انا مقسماه ده انتوا تقولوا شوية، في ناس غيري مش لاقياه يقولوا يا ريت ربع كيلو كبدة. فاحنا الحمد لله قسمي على قد امكانيات بيتك. انا جبت ب50 جنيه كبدة، عملتها على كيسين، وجبت قرمطين عملته على اكلتين، ورميت الاحفاد. انت لو بتحبيه اغسليه،
وعملت الفرخة على مرتين، كده عندي كام أكلة؟ عندي 6 أكلات. غير ما جبت بنجر هقطعه واخزنه برضو. حاولوا تكتروا من البنجر في بيوتكم يا جماعة، لأن البنجر ده فيه قيمة غذائية عالية جدا، بتمنع الأنيميا وبتمنع الشيخوخة وبتمنع، بصوا يعني بتدي كمية غذاء البنجر فظيعة. هتعملي بيها ايه؟ حطيها على اي عصير. لو انت مبيفرقش معاكي الوان العصير حطيه على اي عصير، هو ما بيبقالوش طعم، فحطيه على اي عصير. لا بيفرق معاكي الوان العصير لان هو بيخلي العصير احمر، فحطيه على عصير الفراولة والرمان. لو ما بيفرقش معاكي، انا ما بيفرقش معايا فبحطه على كل العصير. ليمون بقى، مانجا، برتقان، فراولة، رمان بحطه. مثلا بتفرق معاكي حطيه على الفراولة وحطيه على الرمان، وحطي طماطم وانت بتضربيها للأكل، وحطيه مثلا ايه في السلطة. ماشي، بتقطعيه او بتبشريه وبتحطيه في السلطة. حاولوا تكتروا كمان لعيالكم الجزر، وحاولوا تكتروا لعيالكم الكيوي والحاجات دي. مش شرط تجيبوا بكميات، يعني مثلا كل يوم في الاسبوع جيبوا لعيالكم نوع فاكهة واحد. هتقولي نوع واحد، هقول لكم نوع واحد لان الدنيا غلت. انت لو امكانياتك تجيبي لعيالك 10 انواع جيبي ربنا يكرمك ويزيدك وتجيبي. لكن الناس اللي معاش، اللي ظروفها على قدها وماشيه اليوم بيومه، جيبي نوع واحد كل اسبوع. عودي عيالك كل اسبوع جيبي لهم ايه؟ نوع او نوعين فاكهه. يعني ما شاء الله البرتقان في السوق لو ب10 جنيه، كل اسبوع جيبي لهم مثلا برتقان ب10 جنيه، جيبي لهم مثلا كيوي ب10 جنيه، جيبي لهم ب10 جنيه موز، جيبي لهم ب10 جنيه فراولة. أي نوع ب10 جنيه ياكلوه يقويهم، أحسن من ما فيش خالص. ماشي. جيبي لهم مثلا كيلو لبن، اعملوا لهم مهلبيه او اعملوا لهم زبادي، شوفوا هما بيحبوا ايه واعملوه لهم. انا نزلت بقى جبت بهارات ب80 جنيه، اي نوع بهار هتشوفوهم اللي بفضيه ده ب5 جنيه، سواء كان يتشرب او اي حاجه. ب5 جنيه زبيب، ب5 جنيه جوز الهند، ب5 جنيه حلبه، ب5 جنيه كركريه، ب5 جنيه ينسون، ب5 جنيه فلفل حصى، 5 جنيه كمون حصى، 5 جنيه بهارات لحمه، 5 جنيه بهارات فراخ. وجبت ب5 جنيه ورق لورا، وب5 جنيه حبهان، وب5 جنيه قرفة. بس ما ادانيش قرفة بقى، اداني ب5 جنيه بهارات فراخ تاني. هو كان بيعبي ومش عارفه هو بيعبي ايه، فبقى يحط لي من الحاجة حاجتين. يعني بصراحة والله العظيم. وجبت ب5 جنيه كركم، وكنت عايزة اجيب ب5 جنيه كاري، ما حطليش. ولا ب5 جنيه اللي هو البتاع الاحمر ده، مش عارفة اسمه ايه بصراحة، نسيت اسمه خالص. اللي انتوا عارفينه ده اللي هو الاحمر ده اللي بيتحط ايه، مش عارفة اسمه. اللهم صل على النبي، اسمه والله ما انا فاكره. المهم جبت شويه بهارات كده زي ما انتم شايفين كده، وجبت ب5 جنيه كاكاو خام، وب5 جنيه آه بصوا انا بوري في الكاميرا كده انا جبت ايه، كل حاجه جبتها زي ما انتم شايفين كده. فهو بصراحه بقى يحط لي بهارات ايه على مزاجه كده، حاجات اشمها اول مره اشمها وريحتها وحشه قوي، مش عارفه دي بهار ايه. فقلت ايه والله بقى انا جبتهم بقى وخلاص استعملهم وخلاص. يعني ما استنفعتش غير بالحاجات اللي اعرفها، الحاجات اللي ما اعرفهاش دي والله ما انا عارفه انا هحطها على ايه. انا كبله ورقه وما اعرفش بيديني ايه، بيديني حاجه يعني البتاعه الحمراء اللي انا بقول لكم عليها دي، مش عارفه اسمها، اللي هي الفلفل الاحمر دي، بس مش فاكره، ما حطليش. يعني انا كنت بقول له حط لي، ما حطليش. بيحط لي على مزاجه، حط لي ايه، ب5 جنيه بهارات لحمه، وب5 جنيه بهارات فراخ، ب5 جنيه بهارات لحمه تاني، وب5 جنيه بهارات فراخ تاني. بس انا خفت احط الحاجه اللي شبه بعض على بعض لما تكونش هي. بس بصراحه حاجتهم وحشه قوي. المغربي ده بقى بيعك بقى. ولا ورق اللورا، والله العظيم ورق اللورا لقيت فيه ورق معفن، والله العظيم عكاك قوي، ما بقاش زي الاول. والله ده كان المغربي ده الاول، حاجته تشم ريحتها كده، وايه حاطط لي في ورقه. على ما روحت كانت الحاجه اتدلقت على بعضها، ما عجبنيش خالص. ولا عندنا الناس في شارع السلام العطارين بيحطوا في اكياس صغيره وبيديني ب3 جنيه وبيديني ب2 جنيه. هناك عند المغربي يقولي ما فيش الا ب5. هنا في شارع السلام والله بيدوني ب3 وبيدوني ب2 ويدوني اللي انا عايزاه كله بصراحه. المهم نرجع لموضوعنا تاني. بصوا هنا بقى حمرت الفلفل كده وطحنته، ماشي بشويه. حمرت الفلفل كده وطحنته، وحمرت الكمون وطحنته زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. بصوا انا بحب امشي على قد خالص، لو يوم ما عنديش
يعني ساعات مثلا اجيب رنجتين اقضي بيهم اليوم، مثلا لو انا مش طابخه اجيب سندوتشات فول وطعميه، نجيبه جبن ولانشون وحاجات. مثلا نعمله بطاطس محمره وبتنجان ومكرونه. باحب أي أكل، بصراحة باكل أي حاجة، ومحمود جوزي بصراحة لو جه من الشغل ولقى بتنجان وعيش وبطاطس بيفرح. هو بُصّوا أهم حاجة محمود ييجي يلاقي أكل، عمره ما اتبطّر على أكل خالص، ولا عمره قال لي أنتِ عاملة إيه، ولا عمره يدّيني مصروف البيت ويقول لي هاتي كذا أو هاتي كذا، لأ هو بيسيبني أجيب اللي أنا عايزاه. فبصراحة يا جماعة أنا باحب إيه أمشي يعني آآ قليل أوي أمّا تلاقوني جايبة لحمة جزاري، كل لحمتي مجمدة. باجيب اللحمة بس ما باعملهاش شوربة، أنا باجيب اللحمة المجمدة وأعملها طبيخ، وأجيب اللحمة وأجيب الكبدة المجمدة نص كيلو على ربعين، وأحمّر جنبها بطاطس وأعمل جنبها طحينة، وباعمل لهم ساندوتشات وأنا قاعدة. لكن بُصّوا لو بصيتوا في ناس والله العظيم أعرفها شخصيًا، والله العظيم يعني هاقول لكم على حاجة، هاحكي لكم موقف والله العظيم حصل لي النهارده. أنا قُلت إيه، قُلت يا بنتي ما تجيبي كيلو جناحة اعملي كنتاكي، أنا باحبها مش هاقول لكم أنا ما باجيبهاش، أنا باحب الرجول وباحب الأجنحة وباكل كل حاجة، كل حاجة باكلها. فقُلت إيه أمّا أجيب كيلو جناحة باحب أوي أعمل الأجنحة كنتاكي، قُلت هاجيب كيلو جناحة، أنا باجيبها وباكلها. فإيه قُلت أجيب كيلو جناح، تتخيّلوا لقيت الراجل عنده هياكل أجنحة برقابي. قُلت له: "ما فيش أجنحة بس؟" دوّرت ما بينهم لقيت 4 أجنحة، 4 أجنحة. فبكام يا عم الحاج دول؟ 4 أجنحة. قُلت هاخدهم ومرّة تانية وأنا في شارع السلام أجيب عليهم 4 وأعملهم كلّهم أكلة كنتاكي. بكام ال4 أجنحة؟ قال لي ب35 جنيه. انتوا متخيلين يعني الجناح واقف ب8 جنيه، الجناح ب8 جنيه. والله سبتهم مرضتش اجيبهم، قلت لا ده انا اجيب كبده ب50 جنيه واكلهم على يومين، ولا اجيب ب40 جنيه جناحه وارجع اجيب ب40 جنيه جناحه، يبقى 80 جنيه واكله جناحه. قلت لا والله ما انا جايباهم حرام. معلش بقى سيبي يا مريم التفاحه بتاعت اخوك يا مريم. لا انت خدتي خلاص. بس كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين انا نزلت بقى ايه زي ما انتم شايفين كده بقسم الكبدة الكيس، يعني مش صغير ولا حاجه، لا الكيس حلو. عملت كيسين كبده وكيسين قراميط وايه. وهنا بقى بصوا بقطع البنجر كده، انا غسلته الاول وبعدين قشرته في الطبق ده، وبقطع كل بنجرايه كبيره بقطعها في كيس. عندي هنا كيس الجبنه الموتزاريلا ده جبته ب25، قلت ممكن ايه ابقى اعمل لهم بيتزايه في وسط الاسبوع كده ياكلوها، مش هتخسر برضو، جبته معايا. جبت كيس الجبنه الموتزاريلا ده ب25. وهنا بقى هتبل انا ما لقيتش عندي غير البصلايه الصغيره دي، فمش هتكفى اتبل الفرخه، فانا قلت ايه، قلت هتبل الوركين وعينهم والصدرين كده كده هعملهم بكره. قلت وانا بعملهم بكره هحطهم في التلاجة واقوم ايه عاملاهم بكره متبلاهم ومعلقه عليهم على طول. فكده اصبح اكله، عندي اكلتين فراخ واكلتين قراميط واكلتين كبده، 6 اكلات. 6 اكلات في البيت، والله العظيم الدنيا غلط خالص. الله المستعان، ربنا يعيننا ويعين اللي معاه عيال كتير في ثانوي ولا في اعدادي ولا عيال بياكلوا كتير، الله المستعان. والله تعالى ربنا يعين، ربنا يعين كل واحد على عياله والله العظيم.